كيبدا الفيلم ديالنا مع ثلاثه ديال الصحاب سميتهم كاسبر ودوجي والبنت سولا. هاد الصحاب كيتعتبروا اذكى شفاره في المدينه حيت كيسرقوا الديور بطرق احترافيه وفي نفس الوقت كيديروا الخير وعندهم ضمير. فهاد النهار الدراري وقفوا قدام واحد الدار كبيره وبداو كيستعدوا باش يدخلوا يسرقوها. البنت سولا بقات واقفه على برا باش تعلمهم الا جا شي حد، اما الدراري دخلوا بجوج للدار باش ينفذوا المهمه. كاسبر بالاله اللي عنده قدر يوقف الجهاز الانذار في الدار، وهكا دخلوا على خاطرهم وبداو كيسرقوا اي حاجه لقاوها قدامهم بلا ما يوقع شي مشكل. في الوقت اللي كاسبر وصل للخزنه وبدا كيحاول يحلها، البنت سولا تفاجات بالوصول ديال ماي الدار. هي بالزربه صونت في الدار علمات الدراري يخرجوا، من بعد رجعت عند مول الدار وقفاتو باش تلاهيه. هي قدمت له راسها على انها نشيطه د البيئه وقالت له بغيت ناخذ الراي ديالك في شجره الغابات اللي كيقطعوه. السيد قال لها اش من شجر كتهضري عليه، انا كاع ما مسالي لهذا الشيء. من بعد عطاها شويه د الفلوس وقال لها هاكي سيري خدي لك شي حاجه وما تعاوديش ترجعي لهنا مره اخرى. من الزهر الدراري في هذا الوقت كانوا خرجوا من الدار ودازت هذه المهمه على خير. المهم الصحاب فرقوا بيناتهم داكشي اللي سرقوه وخلاو شويه يصدقوه على الفقراء باش ربي يعاونهم في داكشي اللي جاي. موراها جلسوا كيخطوا كيفاش غادي ينفذوا السرقه الجايه، واللي ما في خبرهمش ان هي اللي غادي تقلب حياتهم وغادي تندمهم على النهار اللي فكروا يمشيو في هذا الطريق. الفكره هي انهم يسرقوا الخزنه ديال القصر اللي خدامه فيه البنت سولا واللي ماليه لاباس عليهم. ولكن البنت سولا علماتهم ان هاد الخزنه كاينه في البيت ديال النعاس والقصر عامر بالكاميرات. هاد الشيء غادي يصعب عليهم المهمه ويقدروا يحصلوا ويمشيو فيها. فعلا الدراري فاش فكروا عرفوا باللي القضيه صعيبه بزاف، داكشي علاش تراجعوا على الفكره وزولوها من دماغهم في مره. في الليل الدري كاسبر رجع لدارهم، تما تفاجأ ان بوه ما كاينش والدار كلها مرونه ومقلوبه. داك الساعه فهم ان الزعيم ديال العصابه جاكسون هو اللي دار هادشي وخطف بوه حيت كيتسالوا الفلوس وبوه تعطل وما ردهمش ليه. كاسبر بلا ما يتردد هز البيكالا ديالو ومشى نيشان للديسكو ديال جاكسون. فاش وصل ما خلاش الحارس يدخل، هو شرح له باللي بوه محبوس لداخل وخاص ضروري يدخل باش يعتقوه. فعلا الحارس خلاه يدخل وتما كيتصدم ببوه في واحد الحاله خايبه بزاف وكله مهلوك بالضرب. الدري كاسبر بدا كيحاول جاكسون باش يخلي بوه يمشي بحاله وفي المقابل غادي ينفذ ليه اي حاجه طلبها منه، ولكن جاكسون قال له باك خدمنا عندي بزاف ديال الفلوس وخسرها في القمر، داكشي علاش ما تحلمش نخليه يمشي قبل ما ناخذ فلوسي والا غادي يموت هنا النيت. كاسبر سولو شحال ديال الفلوس كتسالو، جاكسون جاوبو كنتسالو 10,000 دولار. هنا كاسبر قال له فلوسك انا غادي نعطيهم لك من هنا يومين، وإلا بغيتي خلي بابا عندك رهينه غير عافاك ما تزيدش تاديه. ولكن جاكسون بقوه ما قلبو قاصح ناض داك الساعه قطع البوين كاسبر 7 من يديه باش هكا ياكد له باللي هو ما كيتفلاش معاه.